يومك كفايه كتابه بقى. خلص كل ده ماشي وذاكر. طب ما تقوم يا يوسف تجيب الكتبات وتذاكر يا يوسف. انت ماسك التليفون ليه يا حبيبي؟ يعني من الصبح هنفضل ماسكين التليفونات يعني، ولا عشان انا بقعدكم وبسمع الكلام؟ هات التليفون، هات التليفون وهات الكتاب. خلص يلا عشان درسك الساعة 5، ما عادش غير نص السلام عليكم. ساعة. وعليكم السلام. وريني. حسن خطك يا محمد. مالك يا حبيبي في ايه؟ طب خش اكتب جوه يا محمد. ماشي. وانجز عشان قدامك نص ساعة. انا كنا في ايه؟ عملت ايه؟ انا صالحته بس طيب قال لك ايه يعني؟ خير؟ قال لي مني قدام الناس اللي كانت قاعدة تحت وهزقني، رغم ان انا بصالحه وبتكلم بالراحة معاه وبقول له حقك عليا يابا. قام جاي مهزقني قدام الناس، حتى ما اعتبرش الناس الغريبة اللي قاعدة. الناس غريبة، بيقولوا طب ما تعملش كده، طب ما بينك وما بينه. زعق معاهم هو كمان. انا حتى بوست على دماغه ونزلت ابوس على رجله، قام جاي خابطني برجله. بتهزر؟ انا مرضتش اتكلم قدام العيال عشان بس ما يزعلوش من جدهم. استغفر الله العظيم يا رب. حتى اخويا جه بيقول له طب ليه كده يابا، قام جاي مزعق معاه هو كمان. طب انزل اتكلم معاه يا عبده. هتنزل تعمل انزل ايه؟ اتكلم معاه. لا لا. هفهمه انت حالتك عامله ازاي. هفهمه انت كل يوم بتنام بتعيط بسبب ان انت ابوك زعلان منك، وانت ما عملتش حاجه. ابوك صعب مش عارفه ليه. بصي انا نزلت رضيته وعملت اللي عليا قدام ربنا وقدام الناس كلها شهد. خلاص انا مش هنزل بقى تاني ولا هتكلم معاه. عبده انا عارفه ان انت ابن حلال، وان انت مش وحش، وان انت ما زعلتش ابوك وما عملتلوش حاجه تغضبه منك. بس ابوك اللي صعب شويه، ومعلش نستحمله ايا كان. هو في الاول وفي الاخر ابوك، حلو وحش ابوك، لازم نستحمله ولازم نراضيه. طب وامك قالت ايه في القعده؟ ولا هي كانت قاعده ولا كانتش موجوده؟ امي بعد ما الناس الغريبة اللي تحت دي مشوا، جت قعدت وعمالة تعيط وعمالة تترجاه، طب انت عملت كده ليه معاه، وعمالة تعيط تحت. طب انا هنزل اتكلم معاه. اقعدي هنزل ما اتكلم معاه تنزليش، لا. علشان خاطر لا لا. هو ممكن يسمعني، مش هيزعق لي يعني، ما انت فاهم. انا مش عايز حد يتكلم معاك نص كلمة، بلاش. مش عاجبني حالتك دي يا عبدو. سيبها لله طب بس. نعمل لابوك ايه؟ انت بتتمنى له الرضا يرضى وبرضه ما فيش فايده. طب نعمل له ايه اكتر من كده؟ بصي انا ما تعمليش حاجة، انا هسيبها لله. انا هنزل بعد كده اروح شغل على طول وهاجي اقعد في شقتي. تمام. لا يا عبدو، احنا هنحاول مره واثنين وثلاثه وعشرة. معايا امي واخويا الكبير تحت اهو طب علشان بيفهموا. خاطر، انا عارفه ان انت بصي غلبان، علشان خاطر ماشي. لازم نحاول معاه مرة واثنين وثلاثة وعشرة. هو في الأول وفي الآخر أبوه صعب، بس هقولك على حاجة، كتر الزن عليه والله هيلين قلبه، وانت ما تعرضوش يعمل فيك اللي يعمله. هي أولا الحركة كسرت نفسك قدام الناس لما زقك برجله وبهدلك وكسفك قدام الناس الغريبة، بس معلش الناس استجدعتك انت وانت عليت في نظرهم بسبب ان انت ما ردتش وما اتكلمتش، لان هو ابوك وانت ما قلتش منه رغم ان هو قل منك وانت ما اتكلمتش. وانا هرد على ابويا؟ انا سيبته يتكلم ويقول اللي جواه. انت ابن اصول يا عبده، بس ابوك صعب وان شاء الله ربنا يهديه في يوم من الايام ويبقى حنين عليك. ان شاء الله. بصي انا هخش انام شويه عشان تعبان. ما تنامش زعلان، اقعد معايا شويه عشان خاطر العيال بس هيروحوا دروسهم، وانا هقعد اتكلم معاك وننزل نخرج نتمشى يا عم، هخليك تفك عن طب نفسك. انا هخش اقعد في الاوضه جوه على ما العيال بس ينزلوا يروحوا دروسهم، عشان مش عايز اقعد قدامهم وانا كده. لا حول الله يا رب. ربنا يهديك يا حمايه. مش عارفه انت قاسي عليه كده ليه؟ صعبان عليا والله كل اللي انت بتعمله معاه. ابنك غلبان ويتمنى لك الرضا ترضى. يا رب حنن قلبه، يا رب حنن قلبه عليه يا رب، يا رب واهدهوله يا رب، يا رب. حاسس بكسرة، صعبان عليا وانا مش عارفة اعمل له حاجة. هقوم اشوفه.